5 اختيارات افضل 5 موبايلات من 5 شركات مختلفه من فئه سعر 4 ل 5000 جنيه، اللي هم بالدولار من 130 ل 160 دولار، اللي هم برضه بالدرهم من 475 درهم لحد 594 درهم. هتكلم معاك في كل حاجه عن الموبايلات دي، ايه المميزات وايه العيوب والموبايل ده بيتفوق في ايه. مفيش حاجه هسيبها الا لما اتكلم عليها في الموبايل ده، كل المستشعرات، كل الحاجات، كل الاضافات، هقول لك كل حاجه وانت عليك في الاخر الاختيار. قبل ما اقول لك اي حاجه قدرني وقدر المجهود ده، وانزل ادعم على زرار اللايك، كسر زرار الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك من دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام كي ريفيوز. عندك الموبايلات كالتالي: بوكو ام 5، ريلمي سي 35، سامسونج اي 13، وعندك الاوبو اي 76، وعندك الاونر اكس 7. وخلينا نبدا اول حاجه في الموبايلات دي بالتصميم. كل الموبايلات دي تصميمها من ماده البوليكربونات اللي هي البلاستيك، مفيش موبايل فيهم تصميمه افخم من الموبايل التاني، كلهم تصاميمهم واحد، وكلهم من الاخر كده هتحطهم في جراب. وادي قدامك تصميم البوكو ام 5، وده تصميم الريلمي سي 35، ده تصميم السامسونج اي 13، ده تصميم الاوبو اي 76، واخيرا ده تصميم الاونر اكس 7. في الاول وفي الاخر الاختيار اختيارك انت، لو انت بتختار بناء على التصميم فشوف انهي موبايل بقى فيهم تصميمه هيعجبك. وتعال نخش في الحاجات المهمه بقى اللي ما فيهاش هزار، ونبدا بنقطه الشاشه. اول موبايل فيهم اللي هو البوكو ام 5، سعره 479 درهم، يعني تقريبا 130 دولار. بالنسبه للشاشه، الموبايل بيجي بشاشه اي بي اس فول اتش دي بلس، الشاشه هنا بتدعم ال 90 هرتز، والشاشه جايه مع ووتر دروب نوتش وحافه سفليه تعتبر مقبوله ومعقوله. اما بقى بالنسبه للاداء، فالموبايل ده فعلا اداؤه مبهر. الموبايل بيجي بميديا تك هيليو جي 99، والنسخه اللي انا بكلمك عنها في الفئه السعريه دي هي 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره تخزينيه، والمعالج ده بالمناسبه هو 4 جي، مفيش هنا في الفئه السعريه دي تماما 5 جي. اما بقى بالنسبه للكاميرات، فالموبايل بيقدم التوليفه المتواضعه في الفئه السعريه دي. الموبايل جاي ب3 كاميرات، ولكن كاميرا منهم بس المستخدمه اللي هي الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، والكاميرات الثانيه عباره عن كاميرات للعزل والماكرو. اهم بقى ما يميز الموبايل ده، او الحاجات اللي بتميز الموبايل ده، او الحاجات اللي انت لو اشتريت الموبايل ده تحصل عليها، زي ان الموبايل بيدعم 3.5 مللي، الموبايل بيدعم ان اف سي، الموبايل فيه كمان ميكروفون ثانوي والعزل الضوضاء عشان لو حد بيكلمك ولا حاجه وانت في شارع وحواليك دوشه الصوت ما يوصلوش تماما. زائد كمان ان الموبايل بيدعم شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت، تقدر تركب الثلاثه بدون اي مشاكل. واخيرا الموبايل ده بيدعم بطاريه 5000 ملي امبير وشاحن 18 واط. وللاسف من ضمن عيوب الموبايل انه لا يدعم سماعات ستيريو. قليل قوي لما هتلاقي موبايل في الفئه السعريه دي بيدعم سماعات ستيريو. طبعا انت بتتابع معايا الفيديو وبتشوف ايه احتياجاتك، وبناء عليه هتحدد الموبايل اللي احتياجاتك انت رايحه له. نيجي بقى لتاني موبايل وهو الريلمي سي 35. بالنسبه للشاشه بتاعت السي 35 فهنا شاشه بتيجي من النوع اي بي اس فول اتش دي بلس، ولكن للاسف الشاشه هنا 60 هرتز، وكالعاده برضو الشاشه هنا بتدعم الووتر دروب نوتش وحافه سفليه تعتبر مقبوله ومعقوله نسبيا، قريبه من الحافه الموجوده في البوكو ام 5. ريلمي سي 35 ما بيدعمش ريفريش ريت عالي، وده اول عيب موجود في الموبايل. اما بالنسبه للاداء في ريلمي سي 35 فهو بيجي بمعالج من يوني اس او سي، المعالج ده اسمه تي 616. معالج اداؤه يعتبر كويس، انا ما واجهتش معاه اي مشاكل في الاستخدام اليومي، هيقضيك في تجربه الالعاب هيقضيك، ولكن وحط تحت دي 100 خط، الميديا تك هيليو جي 99 اقوى من المعالج ده بفرق ملحوظ. يعني لو انت راجل جيمر وبتدور على تجربه الالعاب فالمعالج التي 616 مش هيكون افضل اختيار ليك. سعر الريلمي سي 35 476 درهم، يعني بتتكلم في 129 دولار، يعني فرق دولار واحد ما بين البوكو ام 5 وما بين الريلمي سي 35. وبالمناسبه النسخه اللي انا بتكلم عنها دي هي نسخه 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره تخزينيه، يعني البوكو ام 5 اعلى في حجم الرام عن الريلمي سي 35. اما بالنسبه لتجربه الكاميرات فالريلمي سي 35 تجربه كاميراته قريبه جدا من البوكو ام 5، نفس الفكره تقريبا، برضه كاميرا اساسيه، كاميرا للعزل وكاميرا للماكرو، مفيش هنا كاميرا الترا وايد انجل برضه. يعني الموبايل ده بيفتقد لتعدديه الكاميرات زيه زي البوكو ام 5 بالظبط. وكمان زيه زي البوكو ام 5 بيدعم تصوير فيديو لحد 1080، مفيش هنا كمان 4K، ودي حاجه هتلاقيها متوقعه
ومنطقيه جدا في الفئه السعريه دي. شويه الحبشتكنات والاضافات بقى الموجوده في الريلمي سي 35. اولا الموبايل بيدعم بصمه كويسه جدا موجوده في زرار الباور، نفس سرعه البصمه الموجوده في البوكو ام 5. الموبايل بيدعم مدخل 3.5 مللي عادي. الموبايل برضه فيه NFC، والموبايل برضه بيدعم تركيب شريحتين مع كارت ميموري، ولكن برضه للاسف زيه زي البوكو ام 5 الموبايل ده بيدعم سماعات مونو مش ستيريو. وكمان نقطه عيب بتنقصه موجوده في البوكو ام 5 ان الموبايل ده للاسف ما فيهوش ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء، وده طبعا لو جيت تتكلم في اي مكان فيه دوشه الصوت بتاع الدوشه هيوصل للي بيكلمك، على عكس البوكو ام 5 اللي مش هيحصل كده فيه تماما. اما بالنسبه للبطاريه والشحن السريع فالاثنين شبه بعض بالظبط، 5000 ملي امبير برضه وشاحن سريع 18 واط. ننتقل لثالث موبايل بقى وهو السامسونج A13. الموبايل ده بيجي بشاشه IPS فول اتش دي بلس 60 هرتز برضه زي الريلمي سي 35. مفيش هنا ريفريش ريت عالي، ودي نقطه عيب طبعا البوكو بيتفوق فيها. وكمان الشاشه بتيجي بالوتر دروب نوتش وحافه سفليه تعتبر قريبه برضه لكل المنافسين. مفيش موبايل حفته زياده عن اللزوم عن بقيه الموبايلات الثانيه. مبدئيا كده قبل ما اتكلم على الاداء، سعر السامسونج 518 درهم يعني 140 دولار، يعني اغلى من البوكو ام 5 واغلى من الريلمي سي 35. والموبايل ده بيجي بمعالج اضعف منهم حرفيا اكزينوس 850، زائد كمان ان النسخه الموجوده بالسعر ده هي النسخه ال 4 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكره تخزينيه، يعني اقل في حجم الرام من حاجه زي البوكو ام 5 واقل في الذاكره التخزينيه من الاثنين. البوكو ام 5 والريلمي سي 35 كانوا بيقدموا 128 جيجا، ودي حاجه لصالح الريلمي ولصالح الشاومي. اما بقى بالنسبه للكاميرا فعايز اقول لك ان السامسونج بيتفوق على الاثنين دول انه بيقدم تعدديه في الكاميرات، يعني هنا عندك كاميرا اساسيه والكاميرا الترا وايد. وبالمناسبه بالنسبه لاداء الكاميرات الموبايلات دي كلها متقاربه من بعضها في اداء الكاميرات، لان دي من الاخر كده موبايلات فئه اقتصاديه، ولكن السامسونج بيتفوق شويه في نقطه المعالجه بتاعه الصور، زائد كمان الكاميرا الالترا وايد اللي مش موجوده في بقيه الموبايلات الثانيه. هنا كمان انت عندك تصوير فيديو 1080 عادي 30 فريم، مفيش 4K برضه زيه زي بقيه الموبايلات. وتعالى بقى ما نتكلم على الاضافات اللي موجوده في الموبايل ده ونشوف هل الموبايل ده فعلا بيقدم اضافات كامله زي البوكو ام 5 مثلا ولا ناقصه شويه حاجات. واول حاجه الموبايل بيقدمها بصمه جانبيه موجوده في زرار الباور بتشتغل اكيد بكفاءه. عندك مدخل 3.5 مللي، عندك كمان تقنيه NFC عادي، وعندك كمان دعم شريحتين مع تركيب كارت ميموري في نفس الوقت زيه زي بقيه الموبايلات الثانيه. زائد كمان انك معاك بطاريه 5000 ملي امبير ومعاك شاحن سريع، مش سريع قوي، هو 15 واط على عكس بقيه الموبايلات التانية اللي كانت 18 واط، ولكن في الفئه السعريه دي 15 من 18 مش فرق كبير. مش هتحس بفرق شاسع ما بين الموبايلات دي في مده الشحن، يعني ممكن مثلا السامسونج يطول ربع ساعه ولا تلت ساعه عنهم ولا حاجه. اما بقى اخيرا الموبايل ده المهم فيه والمميز فيه انه زي البوكو ام 5 بيدعم ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء، عشان لو انت بتتكلم في مكالمه في اي مكان زحمه الصوت اللي حواليك مش هيخش في المكالمه تماما. وده نقطه تفوق للسامسونج على الريلمي سي 35، هو الموبايل الوحيد فيهم لحد دلوقتي اللي ما فيهوش ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء. نيجي رابع موبايل معانا هو الاوبو A76. هو اغلى شويه 560 درهم يعني 152 دولار، وده اغلى فرق واضح عن البوكو وعن الريلمي ب 20 دولار، واغلى من السامسونج بحوالي 11 دولار، ودي حاجه لازم تحطها في بالك. بالنسبه للشاشه فالاوبو بيقدم اسوأ شاشه فيهم تقريبا، شاشه IPS HD بلس ولكن مع 90 هرتز. بس بقى كاستغلال حواف الشاشه فالاوبو هو احسنهم، شاشه بالهول بانش مع حافه سفليه تعتبر متواضعه جدا قريبه لكل الموبايلات الباقيه، بس الميزه هنا ان الشاشه بالتصميم الجديد الافضل بالنسبه لي. اما بالنسبه للمعالج فالاوبو بيقدم معالج سناب دراجون 680. لو هرتب المعالجات هقول ميديا تك هيليو جي 99، بعد كده 680، بعد كده تي 616، واخيرا الاكزينوس 850. فاقول ان المعالج هنا كويس مع سوفت وير اوبو السلس المستقر جدا اللي هيدي لك اداء ممتاز. وبالمناسبه الاوبو برضه بيقدم نفس حجم الذاكره بتاع ريلمي 4 جيجا بايت رام 128 جيجا ذاكره تخزينيه. مفيش موبايل لحد الان قدم 6 جيجا بايت رام غير البوكو ام 5 اللي هو تقريبا ارخص موبايل فيهم، يمكن الريلمي سي 35 ارخص منه بدولار واحد فقط. بالنسبه لتجربه الكاميرات فالموبايل شرحه زي البوكو وزي الريلمي، الموبايل بيجي بكاميرا اساسيه فقط وكاميرا للعزل. للاسف هنا مفيش تعدديه كاميرات، والكاميرا الاساسيه ادائها يعتبر كويس ومتقارب لكل الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي، يمكن اعلى موبايل فيهم اداء في الكاميرا زي ما قلت السامسونج A13. نيجي بقى لشويه الاضافات اللي موجوده والحبشتكنات. مبدئيا كده الموبايل بيدعم بصمه كويسه جدا موجوده في زرار الباور، انا ما اشتكيتش منها تماما وما فيهاش اي مشاكل. الموبايل فيه مدخل 3.5 مللي وده متوقع وعادي، ولكن العيب هنا القاتل ان الموبايل ده لا يدعم NFC، يعني لو انت بتدور على موبايل للدفع التلامسي انسى الموبايل ده تماما.
كمان هنا ما عندكش ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء، ودي برضو مشكله مش حلوه تماما، ولكن عندك تركيب شريحتين وكارت ميموري زي بقيه الموبايلات، وعندك هنا بطاريه 5000 ملي امبير. ولكن بقى هنا الميزه انك معاك اسرع سرعه شاحن 33 واط، فلو انت بتدور على سرعه الشاحن اكيد الاوبو هو احسن اختيار ليك لو انت عايز موبايل بيشحن بسرعه. اخر موبايل معانا في الفيديو بقى وهو اغلى موبايل فيهم هو الاونر اكس 7. سعر الموبايل ده 587 درهم يعني 160 دولار. مبدئيا كده هو اسوأ شاشه في الموبايلات دي كلها، شاشه اي بي اس اتش دي بلس 60 هرتز، يعني الشاشه لا فول اتش دي ولا حتى معاها ريفريش ريت عالي، وكمان التصميم جاي مع الووتر دروب نوتش وحافه سفليه زيه زي بقيه الموبايلات الباقيه. فكشاشه بالنسبه لي هو اغلى موبايل فيهم واسوأ شاشه موبايل فيهم. ونسيب دلوقتي الشاشه وننتقل لنقطه الاداء، والموبايل بيقدم معالج كويس جدا زي اللي موجود بالظبط في الاوبو اي 76 سناب دراجون 680. ولكن الموبايل بيقدم حجم رام محترم 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا ذاكره تخزينيه زيه زي البوكو ام 5 بالظبط. بالنسبه للاداء انت هتاخد اداء زي الاوبو بالظبط، اداء سلس كويس ما فيهوش اي مشاكل. ولكن طبعا في اداء الالعاب ترتيبتي من وجهه نظري هقول لك البوكو ام 5 هو في المرتبه الاولى لو انت جيمر وبتدور على تجربه العاب. اما لو انت عايز تجربه العاب في المتوسط وعايز اي شركه ثانيه بعيدا عن شاومي، فكل الموبايلات دي تجربه العابها قريبه من بعض. الموبايل الوحيد اللي بيفرق عنهم تماما بمعالج محترم هو البوكو ام 5 اللي فيه معالج في موبايلات اغلى منه بكتير من شركات تانية. الاونر اكس 7 زيه زي السامسونج اي 13 بيقدم تعدديه في الكاميرات، يعني عندك كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد انجل اللي هي الكاميرا الزاويه الواسعه اللي للاسف مش موجوده في البوكو ام 5، مش موجوده في الاوبو اي 76، وكمان مش موجوده في الريلمي سي 35. ولكن بقى كاداء كاميرا الموبايل ده يعتبر متقارب جدا من كل الموبايلات دي ككاميرا اساسيه. ككاميرا الترا وايد زي ما قلت لك هتعتبر اضافه، بس لو هحطه قدام السامسونج اي 13 فالسامسونج اي 13 يكتسح في نقطه الكاميرات عن كل الموبايلات اللي انا ذكرتها في الفيديو، وده لو انت بتدور على تجربه كاميرات كويسه. طب هل كل الموبايلات دي وحشه في تجربه الكاميرات؟ اقدر اقول لك لا تماما، كل الموبايلات دي بتقدم تجربه كاميرات كويسه. المهم دايما في كل الموبايلات دي انك تدور على ظروف اضاءه كويسه، لانك لو في ظروف اضاءه ضعيفه للاسف الكاميرات كلها في كل الموبايلات هتقدم صور مش كويسه وما يعتمدش عليها بشكل كبير. نيجي بقى للاضافات اللي موجوده في الموبايل ونشوف الموبايل ده بينقصه ايه وايه الحاجات المميزه اللي فيه. مبدئيا كده انت معاك بصمه في زرار الباور زي بقيه الموبايلات، برضه معاك مدخل 3.5 مللي، ولكن للاسف الموبايل ده ما فيهوش ان اف سي، ودي برضه نقطه عيب تعتبر بالنسبه لي زيه زي الاوبو بالظبط. الموبايلين دول الوحيدين اللي ما فيهمش ان اف سي، زائد كمان انك معاك نقطه عيب هو الوحيد اللي بيفتقدها تقريبا في كل الموبايلات، انه ما بيدعمش تركيب شريحتين مع كارت ميموري، يا تركب شريحه وكارت ميموري يا تركب شريحتين بس، ودي حاجه مش مقبوله بالنسبه لي انه اغلى موبايل فيهم وفي نفس الوقت هو اكتر موبايل في تنازلات فيهم كلهم. الحاجه الكويسه اللي ممكن تغفر له شويه في وسط الموبايلات دي انه في ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء، واخيرا معاك بطاريه 5000 ملي امبير وشاحن سريع 22.5 واط. دول كده اقوى واحسن 5 موبايلات بالنسبه لي من 5 شركات مختلفه موجودين في فئه سعر من 4 ل 5000 جنيه. ولكن للاسف اغلب الموبايلات ده هتلاقيها في السوق المصري غاليه وسعرها اوفر، فالحل انك تشتري من الامارات او تشتري من اي دوله تانية. وانا قلت لك الاسعار بالدولار وبالدرهم الامارات عشان لو عايز تشتري، ودول بالنسبه لي اختياراتي الشخصيه لافضل 5 موبايلات. اما بالنسبه لو هرشح ايه هو موبايلي الشخصي او ايه هو الموبايل اللي ممكن افضله من الموبايلات دي او ترتيبتي انا لل5 موبايلات دول، هقول لك في الاول البوكو ام 5 حافظ على كل حاجه انا عايزها، معالج قوي مع شاشه ممتازه مع 90 هرتز مع فول اتش دي بلس، ومفيش موبايل في كل الموبايلات دي جمع ما بين الحاجات دي، زائد انه جمع ما بين كل الحبشتكنات مفيش فيهم اي حاجه ناقصه تماما، زائد انه مديني 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا ذاكره تخزينيه، يعني حجم رام محترم جدا وهو الاعلى في حجم الرام. اما بالنسبه لتاني موبايل ممكن افضله بالنسبه لي هو السامسونج اي 13، وده عشان طبعا تجربه الكاميرات الافضل، عشان برضو المعالج يعتبر مش وحش، عشان برضو هنا في 128 جيجا، وعشان برضو السامسونج بيحافظ على المدخل 3.5 مللي والان اف سي، وبيحافظ على كل الحبشتكنات الباقيه بدون اي مشاكل. ولكن عيبه زي ما قلت سرعه الشحن. هقول الاوبو والريلمي في نفس الخانه بالنسبه لي في المرتبه الثالثه، وده عشان الاوبو فيه 33 واط على الرغم من انه بيقدم شاشه اتش دي بلس. واخيرا طبعا هقول الاونر اكس 7 هو اخر موبايل ممكن اروح له بالنسبه لي، لان سعره غالي اوفر جدا والموبايل ما بيقدمش قيمه مقابل سعر تماما. اكيد في اخر الفيديو ما تنساش اللايك سبسكرايب وتقدر المجهود اللي انا عامله، وتنزل تقول لي رايك في الكومنت تحت، ولو عايز نعمل لكل الفئات السعريه الباقيه بنفس الطريقه دي برضو تحت الفيديو في كومنت واكتب لي. وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.